السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. الأستاذ سمير صلاح وكيل أحمد فتوح بيكشف عن كارثة وعن فضيحة داخل النادي الأهلي وعن كواليس أنا مش لاقي لها اسم يتربط بيه غير إن بجد فضيحة حرفيا حصلت مع أحمد فتوح من جانب النادي الأهلي قبل ما فتوح يجدد عقده لنادي الزمالك. كمان الراجل من ضمن كلامه يعني بيوضح ان ازاي الاهلي فشل ان هو يضم احمد فتوح له. هوضح لكم كل حاجة بالتفصيل، وكمان هوضح لحضراتكم حقيقة مهاجمة شيكابالا لوكيل احمد فتوح او تعدي شيكابالا على وكيل احمد فتوح. ولكن في البداية فضلا وليس امرا، بتمنى طبعا من كل اخواتي الزملكاويه ادعمونا بلايك الحلقه عشان توصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. الاستاذ سمير صلاح بيقول طبعا في برنامج كوره في ال90 مع الاستاذ ابراهيم عبد الجواد، الراجل بيقول ان اثناء التوقف الدولي لما كان فتوح متواجد مع منتخب مصر، طبعا زي ما حضراتكم عارفين، في لاعب من النادي الاهلي كان دايما بيتكلم مع فتوح وبيظن على ودان فتوح ان يا فتوح عاوزينك تيجي للنادي الاهلي، النادي الاهلي محتاجك، الكابتن محمود الخطيب محتاجك، واللي انت عاوزه هتاخده. بص هنا وبص هنا، النادي الاهلي هنا في استقرار، النادي الاهلي هنا بياخد حقه، النادي الاهلي هنا اللعيبه فيه بتاخد حقها، اما انت هناك في نادي الزمالك محدش مقدرك، محدش بيديك حقك، ليك فلوس وعليك فلوس مش قادر تسدها رغم ان انت ليك فلوس عند نادي الزمالك. النادي الاهلي بقى هتلاقي فيه هدايا وهتلاقي عربيات وهتلاقي فلوس وهتلاقي كل حاجة سداح مداح. ولكن احمد فتوح ما وافقش او ما سمعش كلام اللاعب ده. وكيل احمد فتوح ما يعني الراجل ما قالش اسمه، ولكن قال هو نفس اللاعب اللي كان بيتكلم مع امام عاشور. ايوه مظبوط زي ما حضرتك كده قلت، هو كهربا الهارب والخاين. كهربا هو اللي كان بيظن على ودان امام عاشور، وهو اللي كان وسيط ما بين الاهلي وما بين امام عاشور، وجاب امام عاشور للنادي الاهلي. وبرضه كهربا هو اللي كان بيظن على ودان احمد فتوح. ولكن احمد فتوح زملكاوي، احمد فتوح بيعشق تراب نادي الزمالك. كان في سوء تفاهم ما بين فتوح ومجلس الاداره، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان الراجل خد كذا مره وعد ان هنجدد لك، ان هنعمل لك، ان هنخلي، وطبعا ما كانش في حاجه من ديت بتحصل. فاحنا وضحنا سوء التفاهم. هنا بقى يا جماعه اللي انا عاوز اقوله لكم ان النادي الاهلي هنا بيوز. صدقني والله ما بهاجم النادي الاهلي، ولكن هو بيضطرني النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي بيضطروني ان انا اقول الكلام ده. يعني انت بتوز لعيبتك ان هي تحرض لعيبتي عليا، ان تجيب لعيبتي وتاخدها تقوي بيها فرقتك وتحاول. على فكره دي استراتيجيه ماشي بيها النادي الاهلي من ايام مانويل جوزيه. يعني انت عشان تبقى تمام وتبقى فت وتبقى 100 فضي اللعيبه وفرغ فضي الانديه وفرغ الانديه من اللعيبه بتاعتها. واسالوا الاسماعيلي مين السبب في الكوارث اللي انت فيها لحد دلوقتي. ولكن الراجل بيقول ان فتوح رفض، وفتوح جدد 3 مواسم لنادي الزمالك. قال ان فتوح كان عنده رغبه ان هو يجدد 5 سنين لنادي الزمالك. الكارثه بقى بتاعت النادي الاهلي اللي خلته فشل ان هو يضم احمد فتوح يمكن بدأ ان هو كان ينساق لكلام كهربا، ولكن لما حكم العقل شوية وقعد يفكر شوية وبص لقى نفسه لما راح طبعا يهني او يبارك لحسين الشحات في الملعب اللي هو كان بيفتتحه، ولقى ان في صورة اتاخدت له من غير هو ما يحس واتنشرت على السوشيال ميديا، والناس بقى وجمهور الاهلي قال لك فتوح خلاص جدد للنادي الاهلي، مضى للنادي الاهلي. ولقى بعض صحفيين ينشروا على المواقع وفي الجرايد ان فتوح
مضى للنادي الاهلي ان فتوح خد مقدم تعاقد من النادي الاهلي، وقعد يعني الراجل بدأ ان هو يشوف ان صورته بتتشوه قدام جمهور الزمالك، وان الناس بتحاول تطلعه بصورة بشعة قدام جمهور الزمالك وقدام نادي الزمالك. فاق لنفسه احمد فتوح، فاق لنفسه ورجع لعقله. طبعا ده سبب ان النادي الاهلي يفشل ان هو يضم احمد فتوح، او ما يقدرش ان هو يسيطر على احمد فتوح، او ان الساحر بتاعهم كهروب الهارب ما يقدرش يسحر احمد فتوح زي ما سحر امام عاشور. اللي انا عاوز اقوله بجد يعني اللي بيحصل ده مهزله، اقسم بالله مهزله وفضيحه وكارثه ووصمه عار في جبين الرياضه المصريه. انت عارف يعني ايه انك تروح توز لعيبه من عندك ان هي تعصي لعيبه تانية على انديه؟ طبعا كان كلام وكيل احمد فتوح الاستاذ سمير صلاح. الرساله اللي انا عاوز اقولها لجمهور نادي الزمالك، صدقوني خيه بتتعمل وشبكه بتتنصب عشان يشوهوا صوره احمد فتوح قدام جمهور الزمالك. عاوزين يخلوا العلاقه دايما سيئه ما بين احمد فتوح وما بين جمهور نادي الزمالك، ولكن انا عندي كل الثقه في جمهور نادي الزمالك ان هو جمهور واعي وذكي وفاهم اللعبه اللي هي بتتعمل. اللاعب وهو عندك طبعا كل القطط الفطسانه بتطلع فيه والبلاوي كلها بتطلع له، مجرد ان اللاعب هم جابوه بيطلع بطل وبيطلع مش عارف ايه وخلاص يا باشا، القصه مهروشه والقصه معروفه. وبالفعل النادي الاهلي كان هيموت على احمد فتوح، وهم ماشيين دلوقتي يعني بيضغطوا على جمهور الزمالك بايه بقى؟ فين المبادئ وفين القيم؟ فين مش عارف ايه؟ انتوا قلتوا هتبيعوه، انتوا يا باشا كلمني في مبادئ وقيم. لو اللاعب هني وشتمني وشتم رموزي، تعالى كلمني في المبادئ والقيم زي ما امام عاشور عمل معاكم. ولكن كان في سوء تفاهم ما بين فتوح وما بين مجلس اداره نادي الزمالك. الراجل اخطا، الراجل اتعاقب خلاص، الليله خلصت، مش هنذبحه، مش هنموته. امال بقى اللي قال لك عيل السليم عيله والاهلاويه مش عارف ولاد ايه ولابس لي احمر في احمر وهو ولا ايه، والكلام والنشيد الجميل الحلو واللذيذ اللي حضراتكم حافظينه ده، وفي الاخر رحتوا جبتوه بقى هو البطل بتاعكم. اول اسبوع صالح سليم مش ناسيينه، امام عاشور مش عاوزينه، تاني اسبوع يا امام بنحبك، يا امام تعالى، امام هو البطل، امام هو منقذ النادي الاهلي، امام 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 امام. هي دي المبادئ والقيم، دي المبادئ والقيم بتاعت حضراتكم. معرفش، ما تجيش بقى تكلمني انا على مبادئ وقيم، عشان انا بجد انا اللي عندي مبادئ وقيم. انا عاقبت اللاعب بتاعي، وقفت شهر، خصمت من مستحقاته، لكن مش هذبحه، مش هسيبه لك بالساهل. انت كان نفسك تحصل كارثه ومصيبه عشان خاطر تجيب احمد فتوح، انت نفسك كنت هتموت عشان احمد فتوح. فبتمنى يعني ركزوا في نفسكم وابعدوا بجد، ابعدوا شويه على لعيبه نادي الزمالك. طيب حقيقه بقى هجوم شيكابالا على وكيل احمد فتوح. طبعا السوشيال ميديا واخبار كتير ما وراهاش سيره غير ان شيكابالا هجم على وكيل احمد فتوح وكان هيمسك فيه وكان هيمد ايده عليه. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. لا شيكابالا مسك في وكيل احمد فتوح ولا مسك في احمد فتوح ولا حصل اي حاجه من الكلام ده نهائي. وكيل احمد فتوح الاستاذ سمير صلاح بيقول الكلام ده يا جماعه ملوش اساس من الصحه. كل القصه ان كان في خلاف ما بين شيكابالا وما بين احمد فتوح، وكلنا عارفين الخلاف. لما فتوح طبعا خرج ليله المعسكر من المعسكر ليله مباراه زد، وكان شيكابالا كلمه في الموبايل وقال له لا انا مش جاي شيكا، انا سهران انا عامل. فشيكابالا زعق له مش عارف ايه وقفل السكه في وشه. احمد فتوح لغى متابعته لنادي الزمالك، فشيكابالا لغى متابعته لاحمد فتوح. وطبعا ان فتوح مش عاوز يجدد، والكلام اللي كان بيطلع ان فتوح بيزايد، ان فتوح بيعمل. فشيكابالا عاشق لنادي الزمالك وكابتن من كباتن نادي الزمالك، فزعل. حصل مشكله بينه وبين فتوح، ولكن مش بالايد، مش بالضرب على فكره. ايه المشكله؟ ان الراجل لغى متابعته، الراجل خلاص ما بقاش يتكلم معاه، الراجل عمل له بلوك على الواتس، عمل له بلوك على الموبايل بتاعه. هي دي المشكله. ولكن دلوقتي العلاقه اتصلحت ما بين احمد فتوح وما بين شيكابالا، والعلاقه رجعت اقوى من الاول.
الناس بقى الهبيد عاوز ايه بالظبط يعني؟ فاكرين لما كانوا بيقول لك شيكابالا وزيزو بيضربوا بعض بالبوكسات؟ لحد الان شيكابالا وزيزو بيحتفلوا باي هدف بالبوكسات. وطلع شيكا وزيزو رفعوا لهم صوره وهم عاملين كده في التدريبات بتاعت نادي الزمالك، وبيقول لك اهلا بالبوكسات لو كانت بتجيب بطولات وقت ما خدنا الدوري واحنا موقفنا قيد، واحنا بنمر بازمات لو بيمر بها اي نادي اقسم بالله ما كان يقدر يقف على رجله، ولا كان زمانه دلوقتي اختفى اصلا من على الساحه. فبتمنى من جمهور نادي الزمالك لا تنساقوا ورا الاشاعات، ورا الكلام اللي هو بيتقال ده، ما تسمعش للناس بتوع الشعارات الكذابه. بتمنى طبعا من كل اخواتي الزملكاويه يشاركوني برايهم في التعليقات على الموضوع اللي اتكلمت فيها، ودعمونا بلايك الحلقه عشان توصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.